السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه الجمال ده بقى يا جماعه؟ والله حاجه تحفه جدا وسهله وبمكونين بس: زبادي ودقيق وذره ملح. بصوا تعالوا اقول لكم بقى على المقادير. انا جبت كوبايتين زبادي من اللي هي الصغيره اللي هي 75 جرام، وجبت هي الكوبايتين زبادي عليهم كوبايتين دقيق. بس لو ما عندكيش، لو حابه تحطي لبن بودرة عشان تزود الطعم حطي. انا حطيت لبن بودرة. لو مش حابه بقى ما تحطيش. وذرة ملح بس. هي المكونات اللي شفتوا الجمال اللي شفتوه في الاول ده. بصوا حاجه وهم يا جماعه وتحفه. يعني خلصت تصوير الفيديو، صورت الفيديو وخلصته. يعني الكميه خلصت من كده اصلا، هو مفضلش فيها. ما شاء الله كانت جميله وتحفه جدا. جربوها وهتعجبكم جدا. هبتدي بقى انزل بالدقيق شويه بشويه. لم الدقيق بشويه بشويه. احلى حاجه ان انتي الدقيق في اي معجنات ما تحطوش كله، انزلي بشويه بشويه عشان تشوفي القوام وما يتقلش معاكي. واحنا عاوزينها كمان بتلزق، ما تخليهاش لما تيجي تعجنيها ما تخليهاش اللي هي الدقيق منشفها خالص في الاخر. هبتدي بقى اعجن لحد ما تلم معايا كوره كده. تحفه يا جماعه. وعايزين الحشوات اللي احنا هنقول لكم عليها، عاوزين تحشوها اهي. بص بعد ما عجنتها بتلبق برضو في ايدي. انا سبتها كده عشان تبقى معاكي المعجنات طريه ما تنشفش معاكي. هسيبها بقى ترتاح. هي ما فيهاش لا لبن لا خميره ولا اي حاجه، بس هسيبها ترتاح. وحطيت بيكنج باودر عشان تبقى هشه من جوه. سبتها ترتاح. كل ما تسيبها ترتاح اكتر هتفرد معاكي اكتر. جبت بقى الدقيق، حطيت رشة دقيق من تحت وهحط رشة من فوق، وهبتدي افردها على اي دايرة. بس دايرة خفيفة جدا يعني، بس ما تخليهاش اللي هو السطح اللي تحتها باين خالص. لا، خليها خفيفة عشان تبقى كمان مورقة معاكي. ما تخليهاش تخينة يعني. بصوا انا هنشبها خالص لحد ما تبقى رفيعة جدا. شفتوا بقى لما عملتها خفيفة يعني خالص يعني. بس هبتدي بقى اقسمها بالطول وبالعرض. شايفين بقى الاربع تربع اللي انا عملتهم دول. هبتدي بقى يعني اعمل مثلثات صغيرة. لو حابة كبير يعني كبري المثلث. بس هي بتبقى شكلها حلو خالص وبيبقى طعمها حلو خالص. على فكرة يا جماعة كتروا الكمية، هتعجبكم وهتفرح اولادكم جدا. ممكن اولادكم كمان تحطوا لهم في المدارس. يعني انتي من حلاوتها ممكن تعمليها كل يوم، كل يوم من كتر من جمالها. شايفين بقى انا بقسمها مثلثات ولو حابه كمان قسميها يعني اقل من كده عادي. يعني هي بيبقى شكلها كيوت كده هي وصغيره، بيبقى تحفه جدا. بس يا جماعه بجد بجد هتندموا لو ما جربتهاش. طبعا سعر المولتو دلوقتي يعني الكيس الصغير اللي هو ميني مولتو ده بيتباع ب5 جنيه، وفي اربع او 5 وحدات بس. لما تعملي الكمية دي كلها بكوبايتين دقيق يعني يا بلاش. وكوباية زبادي يعني اللي هو حاجة يعني. الزبادي في البيت والدقيق عندك في البيت طبعا. فبصي يعني مش هتشتري اي حاجة. وبقولك الدقيق اللبن بودرة ده اختياري، ده بيزود النكهة مش اكتر. لكن هي المكونات اصلا زبادي ودقيق ورشة ملح والبيكنج باودر. مفيش اكتر من كده، مفيش اسهل من كده كمان. حتى زي ما انتوا شايفين انا بقى يعني انا مش مسرعه الفيديو عشان تشوفوا كل الخطوات. ابتدي بقى زي ما انتوا شايفين بقطع رفيع خالص عشان يبقى كل الاحجام. بحاول اخليها كلها واحد. هحط بقى شوكولاته. انتي لو عايزه تحطي بقى شوكولاته، عايزه تحطي جبنه. بس هي بيبقى يعني انا كنت عاملاها ميني عشان ميني كرواسون بالشوكولاته. لو عايزه تحطي بقى جبنه، عايزه تحطي شوكولاته، دي اختيار يعني. شوفي انتي الحب الحشوه. بس هي بيبقى طعمها تحفه بالشوكولاته.
بعد كده بقى هلف، وهقولك على التركية برضو تخليها مورقة جدا انتوا بتلفي فيها. حط بقى كمية الشوكولاتة كلها زي ما قلت لكم، لو كبير لو صغير الحجم عادي يعني. شوف حتى لو التقطيع فيه صغير من فوق بس بيبقى برضو حلو جدا. قفلي بقى على الشوكولاتة من جنبين، اضغطي جامد وانتي وبتلفي بقى شدي العجينة معاكي. بصي بشدها بايدي وقفلي على الشوكولاتة كويس من فوق. لفيت واحدة، بصوا انتوا شايفين انا بقفل على الشوكولاتة من الجنب ده والجنب ده ومن فوق، بحيث ان هي ما يبقاش فيها اي جنب ظاهر عشان ما تسحش معاكي في الزيت. بصوا بشد العجينة، لف بهذا الطريقة بقى كله. شوف بقى لا زبدة ولا زيت ولا اي حاجة من الحاجات اللي هي ايه مكلفة دي عليكم. بعد ما عملت الكمية كلها بقى، انا كنت في نفس الوقت ده مسخنة زيت، بس هو يعني قبل ما احطه رحت وطيت عليه عشان ما تاخدش لون. الزيت برضو ما يكونش سخن جامد عشان ما ياخدش لون معاكي، وبعد كده تحسي ان هي ايه لسه عجين من جوه. لا انتي شايفين هو الزيت سخن شويه، بس انا وطيت عليه هديته قبل ما احط الكرواسون ده في الزيت ياخد لون بقى. ما قلبش غير على لما ياخد اللون من الناحيه التانية. بتاخدش يعني بصي 10 دقايق ربع ساعه، لا 10 دقايق كمان، 10 دقايق وطلعتها من الزيت. مكملتش، ماخدتش وقت، هي عشان صغيره فاستوت بسرعه بجد يا جماعه يعني. وعلى فكره الدي اللي احنا حطيناه من تحت ومن فوق حاولي تمسحيه بعد ما تقطعي العجينه، بعد ما تفردي العجينه امسحيه عشان ما ينشفش معاكي الكرواسون ويخليه ناشف. لا امسحي الدقيق احسن يعني. احنا كنا عاوزين بس ان احنا نفرد بيه عشان هي العجينه كانت بتلزق معانا في الاول. شايفين بقى باخد لون وبقعد اقلبه بقى كل شويه، اتاكد ان اللون اخده من كل ناحيه. هطلعه بقى على منديل المطبخ وبعد كده بصوا يعني هوريلكم في الاخر ما بيشربش زيت نهائي. اهي طلعت بقى الكميه دي، شايفين انتوا ما بيشربش زيت نهائي خالص. دي عشان يعني كنت عاوزه اللون بتاعها يبقى ذهبي شويه. بصوا حطيتها على منديل يعني حتى لما انتوا تيجوا تاكلوها مش هتشوفوا اصلا فيها زيت، هتفتكروا ان هي في الفرن مفيش ولا نقطة زيت كان فيها. هنزل بقى كان كمية صغيرة. انا افتكرت بقى ان هو يعني هو حلو بيرمي كمية، بس انتي كبري يبقى يعني زودي الزبادي، اعملي يعني كمية زبادي كتيرة عشان يبقى معاكي كمية بقى، وزودي الدقيق فهتطلع معاكي كمية. فيعني بصوا انا حبيت اوريكم كوبايتين دي، بس انتي كتري بجد. انا قلت يعني بس انا يعني هعملها كل يوم بجد يعني. كانت تحفة جدا وجميلة ولو بتشوفوا بقى فيديوهاتي ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس واشتركوني بقى. شوفوا بقى شوكولاتة سايحة جدا من جوه، شكلها تحفة. يا رب يكون الفيديو عجبكم اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس واشتركوا وفرحوني بقى. اشتركوا في القناة وفرحوني كمان ووصلوني ل1000 مشترك وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية. والسلام عليكم ورحمة